السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبذا لو تكلمنا عن العادات الاجتماعية عندكم إذا حدث شيء للقبيلة وتريدون أن تجتمعوا، نعم. فمن هو الذي يعني يجتمع عندكم في القبيلة؟ أولى الناس بالاجتماع الذين تزوجوا بأربعة. نعم. الذي تزوج بأربعة له أن يتصرف في الاجتماع كيف شاء ويتكلم متى شاء. نعم. أما الذي تزوج بثلاثة فهو لا يسمح له إلا بالجلوس آخر الصفوف ولا يتكلم. نعم. أما الذي تزوج باثنتين باثنتين فهو الذي يستقبل الضيوف ويطعم ويقدم الطعام ولا يسمح له بالحديث حتى بالضيوف. نعم. أما الذي تزوج بالواحدة نعم. فهو ليس له إلا أن ينظف الحمار ويبقى في الخارج بعيد عن الاجتماع، ثم أيضا لا يتكلم ولا ويعلف يسمح. نعم. يعلف الحمير يعني فقط. يعلف الحمير يعني هو يعلف الحمير وينظف في بعيدة تحتها. وينظف تحتها وهو يبقى هذا شغله. نعم. وهكذا يعني هل موجز. يسمح له أن يرى الضيوف؟ لا أصلا لا يجوز له أن يرى الضيوف. نعم. لا. فقط تعليف تعليف للحمير وتنظيف تحت الحمير. وتنظيف تحت الحمير نعم. أيضا. نعم نعم. يا الذي لكم تزوج. يا لكم من ظالمين، يا لكم من ظالمين.